ازيكم؟ تعالوا بقى اقول لكم طريقه تورته سهله جدا بدقيق سبونج جاهز. دي كانت تورته عيد ميلاد زوجي، هي موجوده الفيديو عندي بصراحه من كام يوم لان عيد ميلاده كان من كام يوم بس. هي اتاخرت في المونتاج وان انا انزله يعني. اول حاجه انا عملت التورته دي بدقيق سبونج نص كيلو دقيق. الكيلو دقيق سبونج ب70 جنيه، طبعا بيختلف من مكان لمكان بس يعني ايه انا جايباه ب70 فهيبقى يزيد او يقل حاجه بسيطه عن كده. بنحط على النص كيلو، انا جايباه بالشوكولاته عشان بنحبها بالشوكولاته، بنحط عليه 6 بيضات، بس انا كان عندي البيض ما شاء الله كبير كده حجمه حلو محترم يعني فحطيت 5 بس. وبعد كده باقي بنضربه مع نص كوبايه ميه والبيض بس وكيسين فانيليا كده عشان الزفاره بتاعه البيض. ونفضل بقى نضربه حوالي 10 دقايق، نضربه كتير جدا. هتلاقوا حتى القوام نفسه اختلف بقى كريمي كده وناعم جدا واللون اتغير. سواء كانت بقى كريمه او كانت شوكولاته اللون هيتغير تماما عن اول ما بدأتي تضربيها، فمش اقل من 10 دقايق. وتعمليها بقى في صينيه او في حله، انا بحب اعملها في حلل. مره عملتها في الحله الجرانيت دي، وعملتها قبل كده برضو في حله تيفال. ممكن تعملوها بقى في حله ألمونيا. اهم حاجه حاولي ان الحله تبقى ايه، مش يعني كلها طالعه زي بعضها، مش صغيره من تحت مثلا ضيقه وطالعه على واسع او كده، بحيث ان طبقات الكيك كلها تبقى يعني ايه متساويه. وبعد كده بقى عندك ورق زبده زي كده، قطعي وحطي اسهل. ما عندكيش يبقى تدهني بزيت كده، وبعد كده تحطي شويه دقيق بقى يعني ايه تغطي الزيت كويس بالدقيق، وبعد كده تنفضيه من باقي الدقيق. بس كده تغليف يعني. لكن انا بحب يعني ايه، هي تيفال صحيح بس حابه احط ايه برضو. لان التيفال بتاعتي ومش بتلزق يعني، بس برضو للامان بحب احط ايه ورق زبده او طبقه ايه تغليف اللي هي الزيت والدقيق. وعملت بعد كده للجناب برضو زي ما انتم شايفين، وبلزقها بس كده يعني بحاجة بسيطة جدا من الكيك بتاعنا الخليط بتاعه. وبعد كده بقى طبعا لازم تدخل فرن سخن بس درجة حرارة 180 درجة او ايه درجة منخفضة جدا يعني. وبتاخد حوالي ساعة الا ربع في الفرن، واهم حاجة ما نكونش كل شوية نفتح عليها ونقفل، لا كده ساعتها هتهبط وهتبوظ. ما تفتحوش عليها. ممكن بعد حوالي يجي نص ساعة كده تفتحوا يعني تختبروها كده بطرف اي حاجة رفيعة، عصاية شيش طاووق او سكينة رفيعة، تشوفوها لو طلعت ما فيش فيها عجينة نظيفة تبقى خلاص كده استوت. طبعا ملحوظة، لو انتوا حطيتوا الحلة التيفال يفضل ان انتوا تغطوا لو الايد بتاعتها زي كده مش معدن، فيفضل ان انتوا تغطوها بورق فويل كده عشان نحافظ عليها. ويفضل نعملها قبلها بيوم ونغطيها ونسيبها في التلاجة او على الاقل كام ساعة بس. وبنحضر بقى شربات خفيف عبارة عن نص كوباية مية على نص كوباية سكر وكيس فانيليا، وهنودي عليه النار. الكيكة بتاعتي بعد ما خلاص استوت اطلعها بقى من الورق الزبدة، وبعد كده باقي بنحطها في فوطة نضيفة وبنبيتها في التلاجة، يا اما تسيبيها كام ساعة. انا بيتها في التلاجة جوه فوطه زي ما انتم شايفين، وجوه شنطه كمان، وسبتها في التلاجة لتاني يوم. كريم شانتيه بتاعنا بقى بنحط لكل كوبايه كريم شانتيه كوبايه سوائل متلجه سواء لبن او ميه. انا بحطيت لبن متلج في قطع تلج كده صغيره، واضافه بقى بتودي الكريم شانتيه في حته تانية كقوام كطعم، بتدي طعم غني جدا. اللي هي ربع كوبايه باستري كريم، حط ربع كوبايه باستري كريم وحط قصاد الباستري كريم سوائل مرتين، يعني ربع كوبايه دي نحط لها نص كوبايه سوائل، لان الباستري كريم بيتقل كريم شانتيه جدا. وطبعا بقى في التزيين بتطلع معاكي احلى وردات، لان هو القوام حلو جدا بسبب الباستري كريم، بسبب ان هو نوع كريم شانتيه حلو. وطبعا حطيت كمان ربع كوبايه سكر باودر، وطبعا ده بيرجع لكم ذوقوا، لو انتوا عايزين سكر تاني في الكريم شانتيه زودوا تاني، بس سكر باودر مش حبيبات يا جماعه. والغطا اللي خرمناه من المسمار ده هقول لكم ليه هنستخدمه بعد كده الشربات الخفيف اللي احنا عملناه. هبدأ بقى اقطع ايه التورته بتاعتي. طبعا لو انتوا شايفين الكريم شانتيه انا عبيته في اكياس كده عشان يبقى سهل عليا. كيس الحلواني ده هزين بيه، والكيس العادي ده يعني هحشي بيه الكيكه بتاعتي، كيك السبونج وكده. فحطيت بقى قطعت زي ما انتوا شايفين الكيكه طبعا قطعتها طبقات، وبحط الاول شويه بقى شربات كويسين كده بالازازه. طبعا الغطا اللي انا خرمته ده فكان طبعا ده علشان يعني اعبيه في الازازه الشربات الخفيف ده، ويبقى سهل عليا ان انا ارش على طبقات الكيك، لان ايه كل طبقه والتانيه لازم نحط الاول اساسي، نحط قبل اي حشوه نحطها، نحط الاول الشربات الخفيف ده ونسقيه كويس علشان كل الطبقات تبقى متشربه كويس، ويعني ايه تبقى طريه كده وحلوه، ما تبقاش ناشفه كده يعني. ونحط بقى ايه طبقه الكريم شانتيه ونحاول بقى ايه اسويها كده
وأفضل بقى إيه بعد ما خلّصت كل الكمية بتاعتي الطبقات بتاعتي كلّها، أغلِّف بقى الكيك من برّه كده. معلش هو على قدّي شوية، بس أنا ما عنديش يعني إيه الأدوات اللي بتُستخدم أوي، بس يعني إن شاء الله حاطّاها في دماغي يعني إن أنا أبقى أجيب الأدوات اللي بتُستخدم في عمل التورت وكده، بتبقى أسهل طبعًا في الاستخدام. وبرضه عملت إيه وردات من برّه كده، وعملت نُصّها وردات والنُص التاني إيه قُلت أحُط فيه يعني عندي كورات كده لونها روز، كانت باقية من عيد ميلاد بنتي. فقُلت أحطها أزيّن بيها الجنب ده، والجنب التاني معمول فيه وردات كده وحطيت فيه كام وحداية برضه كده اللي باقيين. وكان عندي شوكولاتة كده حطيتها في الجنب كده زيّنت بيها الجنب، والجنب التاني حطيت فيه كريم شانتيه وردات. شايفين بقى الطبقات بتاعتها من جوّه خطيرة بجد. شكرًا أوي، سلام عليكم.